لقمان كان عبدا مملوكا أسود البشرة، ومع ذلك ولقد آتينا لقمان الحكم. قال له سيده، قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأطيب شيئين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان. قال القلب واللسان يعني لحمة بدون عظم، السيد يفهم منها كذا. يوم ثاني قال يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأخبث شيئين فيها، جاب له القلب واللسان. ما هذا يا لقمان؟ قالوا يا سيدي هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبث. قالوا أما إنك أوتيت الحكمة اذهب فأنت حر. حررته الحكمة العلم، فلما تحرر تجمع الناس عليه وصار بيته كله ناس ورايحين جايين، وسيده الذي اعتقه ما حد يسأل عنه.